بسم الله الرحمن الرحيم. منذ ساعات صباح هذا اليوم توافد المئات من أبناء النقب والحريصين على الأوقاف الإسلامية هنا إلى مقبرة بئر السبع، وقاموا بتنظيف وترميم بعض القبور، أعمال تنظيف في كل المقبرة شاسعة بشكل كبير جدا. 100 شخص وال200 شخص صعب عليهم أن يقدموا هنا عمل، لكن بفضل الله عز وجل حضر إلى هنا مئات الأشخاص، ما فوق 500 شاب وأخ ورجل كبير، الكل أسهم هنا، عمل بمجهوده. نبارك للإخوة العاملين ونبارك للإخوة المنظمين، وعلى رأسهم الحركة الإسلامية في النقب. هذا المشروع بحاجة إلى متابعة. آثار الحريق هنا واضحة جلية، طبعا أخذت كثيرا من الأشواك التي كانت يمكن أن تزال، ولكن طبعا ليس هذا منظرا مشرفا للمقبرة أن تكون بهذه الصورة. هناك كثير من الأشجار العريقة أيضا في المقبرة التهمها الحريق. نحن نطالب بلدية بئر السبع بترميم السياج والجدار بشكل منظم وبشكل مرتب، والعناية بهذه المقبرة كما يعتنى بسائر المقابر لأموات غير المسلمين. هذه المقبرة بحاجة أيضا إلى متابعة كبيرة جدا. نشكر أصحاب الآليات الذين جاءوا من متطوعين بأنفسهم بآلياتهم ومعداتهم الثقيلة مثل التراكتورات وغيرها، وكذلك نشكر جميع الشباب الذين قاموا بدور مبارك نيابة عن الأمة جميعا.